حبسوا يعني ما ديروش فطور ولا ما ديروش العشاء، ما يبانش دوكا الوقت اللي راح تشوفوا هاد لا فيديو. مع انه الصوت متعب، راني متعبه ومنهكه، واش نحكي لكم. جيت نبارطاجي معكم هاد الوصفه هاديه تاع المقارون بالدجاج. اذا راكم معولين على مقارون خلوا لي كامل الوصفات اكوتي وديروا هذه تاع ماما زينوبه، تاع ميمتي العزيزه ربي يحفظها ويطول عمرها. انا علمتها لي هي كاريمون، يعني سانسارمون هي اللي علمتها لي. دونك انا ما عنديش فيها حتى حاجه. دونك هذا كامل على طريقه زينوبه ولا زينب العزيزه. كيما راكم تشوفوا يعني مقارون، ما نحكي لكمش راح يجيكم معسل بنين، مش حتشبعوا منه. على بالي باللي راح تعتمدوه على الدوام، صدقوني. يعني تبعوا الفيديو الاخر. لا تنساوناش ديروا لنا ابوني جيم ماكسيموم دو بارطاج. هنا المقارون تو سامبلومون ندور لكم، راح نخدم بهذا الكوبي صغير. تو سامبلومون ناخذ شويه تاع زيت على حسب الكميات، بيان سور ما نقدرش نقول لكم اكزاكت. درت حوالي 2 مغارف كبار ابوبخي زيت نباتي، شويه تاع سمن، سخنوهم مليح وحطوا اطراف الدجاج ديالكم. تقدروا ما تستعملوا دجاجه كامله. المهم كما يقولوا انا استعملت غير دو كويس. ياخذوا لون خفيف هكا، وصفه جد بسيطه. كي ياخذوا لون خفيف راح ترموا لهم هكا لي طرونش تاع البصل براجي هكذا، كما يقولوا حبه بصل متوسطه تقطعوها، ولا صغار هكا تقطعوهم على 4 فقط. وانتم تقليو اون ميم طون راكو تخلوا الحاجه هذيك تتلقى البنات حل البصل تاعكم يدبل ليجيرمون. اونتر طون جيت كنت غليت الماء دابور، من بعد كي يبدا يغلي نديروا الملح وقطرات من الزيت ونحطوا المقارون تاعنا. ما كاش اللي ما يعرفش يغلي مقارون، يعني سورتو انا حطيتو للصغارات. وبيان سور تحركوه دو طون ا اوتر، ومن بعد يتصفى تو سامبلومون المقارون. ما ديروش الماء من الفوق، يعني قطره تاع الزيت فقط في الكسكاس وسا سوفي. وهكا نسحقوه من بعد نحطوه في لاصوص. كيما كنت تشوفوا جيت تبلت الدجاج ديالي بالبصل، درت ملح اكيد، فلفل اسود، العقيله استعملت بابريكا فيمي يجيكم بزاف بنين. واكدوا لي على شويه تاع القرفه، راح تعطيله واحد التعسل ما نحكي لكمش. المهم هذوك لي السك كامل، هذيك البنه وهذاك التعسل كامل تاع البصل والدجاج، اكيد عاودوا تركيبيوهم يعني بالمغرفه. وتحطوا كما كنت تشوفوا انصاف ولا براج تاع الطماطم بها بالقشور ديالها، وسنينات تاع الثوم هكذاك فقط، يعني حوالي 2 ولا 3 على حسب شحال تحبوا. هكاك الثومه حتجيكم معسله وبنينه، واش نحكي لكم، ما تسكربجوها ما ترابيوها. وهكذا من الماء تاع المقارون راح ندو منه اكيد، ونمرقوا ليجيرمون مع الاول حاجه قليله، يعني مش حديروا بها فيها بزاف الماء. مش راح تجيكم هذه كيما نقولوا شربة فوالا. حبيت نقول لكم يعني هاد المقارون راح يجي شوربه، يعني مقارون ما تجيش لاصوص تاعو بزاف، راح تجي اون بتيت صوص. بيان سور نحطوا هذيك الطماطم وعواد تاع زعتر، اكدوا لي عليهم هما يزيدوا على البنه على البنه. راح نغلقوا لا كوكوط ونقصوا لها تماما، ونخلوا هذاك الدجاج يطيب غير بلا فابور البخار بهذيك الكميه قليله تاع الماء تاع المقارون. كيما شفتوا يعني سقينا بالماء تاع المقارون، ما ديروش بزاف. المهم بعد ما يطيب لكم قولوا على حساب حجم الدجاج شحال درتو اكسيتيرا. دونك ان كار دو 20 مينوت. من بعد راح طفوا عليها، راح تطفوا عليها. وبيان سور تجيبوا المقارون تاعكم وتحطوه لداخل. ديروا الكميه غير اللي توالم، دقيقه ميليسا. ديروا الكميه غير اللي توالم. وأحبكم. صح عمري. قلت لك ديروا الكميه، قلت لكم ديروا هاي تلفتها لي. ديروا الكميه غير اللي توالم، يعني ما ديروش بزاف ما ديروش شويه، بيان سور باش يجي مشرب ويجي شباب ويجي معسل، يعني مش حينشف معاكم. دونك فوالا معلومه فقط. هاد الوصفه يعني كنت كليتها عند تساخوالي هما تاني، بصح انا تعلمتها عند مامتي يعني للصراحه. فوالا ربي يحفظهم كامل طول عمرتهم. اكدوا لي هذاك الدجاج كيفاش يجي طريري، كيفاش يجي الشباب، كيفاش يجي يعني بنين بنين كون با بوسيبل. يعني راح تستمتعوا بهذه الوصفه ولو انها بسيطه. ننصحكم تجربوها. اذا جربتوها اكتبوا لنا في التعليقات كيفاش يعني جاتكم. نقول لكم بون ابيتي، شهيه طيبه، بقوا على خير، واستناونا في وصفه شاي واحده طيبة. اخرى ان شاء الله.